ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. النهاردة الخبر اللي معانا وهو رضيع ريم سامي يتعرض لشرخ في الجمجمة ويدخل الرعاية المركزة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا يشفيه يا رب ويعفو عنه. تعالوا بينا نشوف التفاصيل، بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وتكملوا الفيديو للنهاية فضلا منكم وليس أمر عشان تعرفوا التفاصيل. رضيع ريم سامي يتعرض لشرخ في الجمجمة ويدخل الرعاية المركزة. تعرض سيف رضيع الفنانة الشابة ريم سامي الذي يبلغ من العمر 6 أشهر إلى حادث أليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذلك بعدما سقط على رأسه، فهرولت أسرته به إلى أحد المستشفيات في مدينة 6 أكتوبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقالت الدكتورة صبورة السيد والدة ريم سامي والمخرج محمد سامي في تصريحات للوطن إن الطفل الرضيع هو ابن الفنانة ريم سامي، حيث يمكث حاليا في غرفة الرعاية المركزة بعد تعرضه لشرخ في الجمجمة، وأسأل المولى أن يشفيه ويخرجه لنا سالما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونشر منذ قليل سامي والد محمد سامي: الحمد لله ثم الحمد لله، وأسجد لله حامدا شاكرا لأنه وحده القادر على البلاء والشفاء وعلى كل أمر حكيم رحيم. اللهم أتم عليهما نعمتك بالعافية واحفظ أبنائنا وأحفادنا من كل سوء. دعواتكم الصادقة لهما بالعافية والشفاء، فالدعاء حصن المؤمن وسلامته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يشفيه يا رب ويخرج بألف سلامة يا رب. طفل رضيع عنده 6 أشهر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وده كان الفيديو اللي معانا النهاردة. دمتم بأمان الله وحفظه، وأشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد، ويلا مع السلامة.